السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا حلقتنا الجديدة من سلسلة الأبراج. طبعا النهاردة هنتكلم عن برج الحوت. برج الحوت طبعا احنا مش هنطول معاكم في برج الحوت، ان هو لا يذكر في الحب اساسا، بمعنى اصح ملوش علاقة بالحب اساسا، بس هنتكلم عنه كلمتين بساط جدا. برج الحب هو حساس. قبل اي شيء ما تنسوش في اللايك وسبسكرايب وكل حاجة حلوة منكم، وبالذات كومنتاتكم هي اللي بتشجعني. ويلا بينا نبدأ حلقتنا، يلا بينا. طبعا البرج اللي قدامنا ده مش عايزين نقول ان هو عاطفي، هو عاطفي وحساس. في الحالتين دول احنا هنلعب على برج حساس. البرج الحساس بنسبة 15%، مش بنسبة كبيرة يعني عشان نلعب عليها أو نعرف إن البرج ده برج لذيذ جدا وعاطفي أو حساس. إن هو العاطفي والحساس دول شيء واحد، إن هو إنسان بيزعل بسرعة وبيتصالح بسرعة زي أي برج تاني، بس ده عاطفي لدرجة 5%. يعني بنسبة 5% دي لا تذكر طبعا أي شيء. نلعب عن البرج الحساس. برج الحوت ده حساس لدرجة أقول لك 7%. 7% يعني دي بالشيء، بس هنتكلم عنه كلمتين حلوين. البرج ده من أهم الأبراج اللي بتشوف نفسها ككويسة في الكون، بتشوف نفسها إن هي مفيش زيها اتنين. يكون بيتمنظر مثلا بهدومه أو بالعربية أو أي شيء كأن مفيش غيره في الكون، كأن مفيش غيره في الدنيا كلها، ماشي. بمعنى أصح بيشوف نفسه على كل الناس، بس فيه وفيه عشان ما يصدمش الناس كلها، تمام. وأقدر أقول لك هو بيحب، بس اللي بيحب ده ما بيحبش الخيانة. برج الحوت ما بيحبش الخيانة، بيكره حاجة اسمها الخيانة في حياته، ما بيحبش يتعايش مع الخيانة أبدا. هو بيحب، بس اللي بيحبه ده يتعايش معاه، مش يخونه ومش يجرحه ولا أي شيء، تمام. عشان يتعايش معاه بذكرى تانية خالص وشايف نفسه أحسن الناس كلها. بجد أنا مش بتكلم معاك كواقع بس، أنا بتكلم معاك فعل يحدث أو أي شيء. طبعا دي نهاية حلقتنا، وحابب أشكركم جدا. طبعا قلت لكم أنا مش هطول معاكم، حابب أشكركم جدا 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 يا إخواتي في الله. واللي مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وأشكركم جدا على حسن تابعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.